مرحبا، يعطيكم العافية. ما بدي أطول عليكم في المقدمة. أنا إسلام عبد الرحمن. كتير منكم حكولي وسألوني إسلام كيف إنت بتقضي يومك في الحرب، فحبيت نقضيه أنا وياكم سوا، فيلا معنا. طبعا بنبدأ يومنا بالصلاة، قراءة القرآن والأذكار، عشان يومنا يكون حلو، مع إنه في هذه الأيام مفيش إشي حلو، بس يلا بدنا نمشي. بعدين تاني إشي بعمل لحالي زي ما بحكوا شو اهتمام. شوفوا كيف كانت غداتي زمان وكيف حاليا. بعدين على وقت نيجي للفطور. وأنا بصراحة أنا بحب هذا، بحب الشاي، بس صدفة كنا عاملين حليب وبيض ويعني مطلعة حالي. تمام. أما هالوقت أنا قاعدة بقرأ كتاب اسمه نوع نزهة المتقين. هذا الكتاب رائع، أختي جابته له، فالكتاب عن جد هذا روعة كتير. هنا أنا بحضر مسلسل وبشرب نسكافيه، وهان أنا قاعدة براجع أو باخد يعني فكرة عن الكمبيوتر، بما إن اللابتوب تبعي هذا إنه راح مع البيت تبعنا. إن شاء الله ربنا يعوضني خير. وهان احنا قاعدين يعني هيك ملمومين، دايما احنا بنتلم بآخر النهار وبنحكي وبندردش. أرضك والبيوت والشعب